دي احلى مكرونه وايت صوص هتاكليها في حياتك بجد. سهله وسريعه، والمكونات بتاعتها موجوده عندنا في البيت ومبتاخدش وقت خالص، 10 دقايق بالظبط. تعالي بقى اقولك الطريقه. في حله عندي جبت معلقتين سمنه فلاحي وسبتهم كده، وبعد كده بدات انزل عليهم ب3 معالق دقيق صغيرين. انا هنا كميه الدقيق عندي كانت صغيره لاني كنت عامله نص كيلو مكرونه بس. انتي طبعا بتتحكمي في الكميه على حسب ما انتي عايزه. بدات اقلب فيهم كويس كده، انا عايزاهم ياخدوا اللون الذهبي الخفيف. طبعا تقلبي باستمرار عشان ما تكتلش منك. شايفين طبعا. انا بقلب على طول، وخدت اللون الذهبي اللي انا عايزاه. بدات انزل عليها بكوبايه ونص لبن. تبداي بقى تقلبي كده كويس. انا طبعا هنا جبت المضرب عشان يبقى سهل ان انا اقلب بيه ومفيش حاجه تكتل مني. بعد كده نزلت بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وشطه ومرق الدجاج، وبدات اقلب كده كويس. القوام هنا بدأ يتقل معايا خلاص، يعني بدأ القوام يغلي ويتقل معايا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انتي بتتحكمي برضو في ان انتي عايزاه تقيل قوي او خفيف براحتك. انا هنا كنت سلقه المكرونه بتاعتي وغسلاها كمان. نزلت على الصوص اللي انا عملته وبدأت اقلب كده كويس زي ما انتوا شايفين كده. كانت المكرونه تقيله وحلوه. اي جبن بقى عندك حطيها. انا عندي شيدر وكان عندي موتزاريلا، حطيت الاتنين على بعض. طبعا كنت مخرجاهم من الفريزر بس هم دقيقتين بالظبط وهيفكوا. هنا بدأت اقلب فيها كويس بحيث ان الحرارة بتاعه المكرونة تفك الجبنة، وسبتها تتغطى 10 دقايق. وبعد 10 دقايق بالظبط كانت الجبنة ساحت وبقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم كانت ريحتها تحفة تحفة بجد، والقوام بتاعها كان تقيل والجبنة باينة فيها قوي وكان طعمها خطير. هنا بقى ظبطت السفرة وبألف هنا.